طبعا بالحياة تبني كثير من الصداقات، لكن البيت، بيت العرب أو بيت الشعر، يبنى بالأساس على أعمدة كبيرة بالوسط، وهناك أعمدة صغيرة بالأطراف. أما الأعمدة الأساسية هي الثلاثة، هذا مثلث، رباعي، مربع، هكذا. فالأصدقاء كذلك، بمن تتكئ عليه ويتحمل، بمن مرتبته مو زيادة يهرب من أول الامتحان. فهذا صديق لي الله يرحمه توفى، اسمه أبو المعتز، هو عقلة الحمدي. هذا الزلمة يحبني حيل وعنده مغامرات كثيرة. في بيوم من الأيام طالبينه جماعة حتى ينقل لهم نقلة حطب بالجرار وتريلا. تعرف بعد ما ينتهي موسم قطاف القطن يتم راعي الأغنام، ترعى الورق اللي موجود، ويظل بس العودان يخزنونها الناس للشتاء. فالبنات بيطالع بنت فوق تريلا يعطونها وتصفط، يعطونها وتصفط، يعطونها وتصفط. آخر شيء الخاتم اللي لابسته ارتمى وين؟ بنص الحطب. صار يستحيل تطلع، لأنه راح نزل نزل نزل، ما حد يعرف وين صار. فلما ارتمى قالت هي، اسمعها الله يرحمه أبو المعتز، قال ايش بيك؟ قالت له والله الخاتم راح من اصبعي وارتمى بتريلا بالحطب وما عاد القاه. قالها ذهب شي؟ قالت له لا، خاتم عادي. قال هذا لقيته انا اجيب لك اياه. قالت له لا، لا تجيبه. قالها معناته راح اعطيه الاعز صديق عندي وراح يلقاك وتلقينه. طلعت يجي انه فكره والله حلوه، انه هذا بده يهديني خاتم لشخص فيه ما تعرفه ولازم تحبه، لانه هو اختار الهيا. فاجوا هذول راحوا، جاء هذول نزلوا الحطب من مكان ثاني. صديقي تذكر الخاتم، فكان ينزل الورق شوي 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 شوي، وإذا هذا الخاتم. الله يرحمك يا أبو المعتز. والله صدفة أنا ما أقول النادي، تعال 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 تعال، كنت أروح لعنده على البيت كثير. طلب لنا شاي، سووا لنا شاي، قاعدين أنا يدنا والله شتى بس بيه شوية شمس. قال لي خيوه اليوم أريد أهديك شغلة، هو حاطها بيده. قلت له والله أنت كريم وإحنا نستاهل، بس شنية؟ قال لا ما راح أقول، بس هذه تراها يعني مو شيء سهل. ها يعني صح اللي بإيدي شيء صغير، بس وراه شيء كبير حيل. قلت له ينشال على الشتف؟ قال لا ما ينشال على الشتف. قلنا له ينقل بسيارة؟ قال ايه ينقل بسيارة. صرت انا احذر له شغلات ما تخطر في بالي عن هذا الشيء اللي بده يعطيني اياه. والله خلصنا كاسة شاي، قلت له والله شوقتني، بدي اعرف انا شنو هالسالفة. وانه فاتح ايده هيك. قلت له شنو؟ خاتم. قال ايه خاتم. قلت له ايه المعنى يعني؟ قال خيو هذا الخاتم كان بنات من قرية جنب قريتنا يحملن بتريلا حطب، ووحدة منهن كانت فوق، فسقط الخاتم من إصبعها بنص الحطب بالتريلا وشهقت. سمعتها قلت لها خير شبيك؟ وتقول لي والله الخاتم نزل من إيدي بقلب التريلا وما عاد أقدر أحصله. قلت لها خلاص إن شاء الله أنا أجيب لك إياه. قالت لا لا مو مستاهلة. قلت لها معناته أنا راح أشوف أعز صديق عندي، راح هدية وراح تبدأ قصة حب. طلعت منها والله فكرة حلوة، يعني فكرة حلوة ومو بس حلوة، غريبة جدا. قلت له خيا مقبول، كان أخذ. هذا عندهم أراضي جنبهم، رايح بيوم من الأيام شايفها هي هنا خلص موسم الحطب،
صارت الناس تزرع صفيرة أو ذرة صفراء، كانت عالية شوية صفيرة، فشايفها قال لها فلانة ممكن تجين. هو ما يقدر يروح، ليش؟ لأنه سارح بغنم، والله رايح لعنده. قال لها الخاتم صار عند أعز أصدقائي، أبعثوا تشوفينه؟ قالت له إي والله أبعثوا. فالزلمة مو بأول مرة، طبعا قال لي، بس قال خليني أشوف البنت، يعني متشوقة أن أشوفك، أريدها هي تسأل عنك. ثاني نهار جاي سارح، يقول أشوفها تطلع علي هيك، تريد تحكي بس أنا أدير ظهري. المهم ثالث نهار قالت له أبو المعتز وين الأمانة؟ قال أنا عرفت أنه هي تفكر معناته بصاحب الخاتم، الفارس المخملي الغامض. أنا مثل الدون كيشوت، مدري شي يلبسون درع وقناع ويروحوا يحاربون، أنا عندي خاتم شايله هذا كلمة السر. فقال لها بكرة أي ساعة تجي اللي جاي؟ قالت له يمكن بال1:30 أو 2. قال لها راح يجي ومواصفاته كذا كذا كذا، الحركة اللي تعرفين فيها هو راح يعمل هيك ثاني، الشكل هذا معناته هذا هو، لأنه راح يكون لابس الخاتم هيك. قالت خلاص، وأني راح أشير له بنفس الجهة بس بالإيد الثانية هيك. شغلات كبيرة أثناء الجهل. والله حدد للمكان، هو بذاك النهار ما راح مشان ما يحرجني معاها. والله جيت أتمشى بي بنت من بعيد عم تطلع علي، يعني المواصفات كأنه عرفانتني. فقربت تقريبا يعني على 100 متر، عملت هيك مباشرة، عملت هيك، قربت لعندها، أشرت لها الخاتم، قالت لي يعني، سلمت عليها، ردت السلام. أني خايفة من الناس اللي يشوفوني بصراحة. قلت لها في إمكانية أقعد؟ قالت يفضل. فما خلتني أقعد على القاع بصراحة، راحت رامية الصاية تبعتها وحطت لي إياها على الحد وقعدت فوقها. تعرفت على اسمها، تعرفنا على بعض، سولفنا على ابو المعتز، سولفنا شلون ضاع الخاتم وشلون قسموا نصيب، وعشنا يعني مو زيادة. وتوفى صديقي الله يرحمه أبو المعتز، وشفت جنازة لما عدت، وتركت كل شيء عندي ولحقت جنازة ومشيت فيها. لما وصلنا المقبرة كان في عجاج، فكتبت أودعك يا أعز الناس، وأترك كلمتك تذكار، من حزني بكيت دموع، سواجي تجمعت أنهار، أبو المعتز ظلمة دنيتي بعدك، وشموعي بليا نار، طواك الثرى يا طيب، وظلمة بعدك الدار، مو عمدا خذاك الموت، هذه سنة الأقدار، عزيز انت على روحي، أفكر بيك ليل نهار، ياخذني هواك سنين، وحلمي اللي بنيته انهار، شصبر الروح من بعدك صديقي، عجزت وليعجز تذبح الأفكار، ياخذني الحدث لسنين، ياخذني الحدث لسنين، أتذكر ملاعبنا وساعات الفرح، يا دار وين أهلك، وين رحلوا يا دار، تنسيني تمشي وما تودعني، وبعد ما نعرف دربنا، لملم اطراف النهار، خويا
الكل طيب بخت مايل، وحظ النذل ما دار. أودعك يا أعز الناس، وتبقى صورتك تذكار. من حزني بكيت دموع، سواجي تجمعت أنهار. أعاتب يا زمن انت بقسوتك جبار. خويا حتى الشمس مالت حزينة تودعك. خويا حتى الشمس مالت حزينة تودعك، وبلونها يسكن صفار. وتعبر الريح بغضب، وبالسما لاح الغبار. وانعجن حدر الجفن شبه الوحل، الرمش انجدل وهليا دمع مدرار. خويا احنا تجمعنا المآسي يا هلي، احنا تجمعنا المآسي يا هلي، ولا خير يلمنا بدار. تذكرون الله بثواني، وتبيعون كل شي باختصار. وداعا وداعا يا رفيق العمر، هذا آخر المشوار. وبعد ما توفى صديقي انهدم طبعا المشوار اللي كنا احنا بانينه انا وهاي المخلوقة. وابو المعتز كنا احنا بفريق كرة القدم بقريتنا، كنا انا وهو مميزين، وانتسبنا ايضا النادي البصيرة درجة ثالثة ثانية، وكانوا يظلوا يهمشونا. يعني بصراحة مشكلة التهميش انه دائما جيب واحد عنده موهبة بس يهمشونك لأجل واحد من مصلحته. وآخر مرة طلعنا فيها على ملعب الأستاذ، كان عندنا مباراة مع ناس فريق ثاني يمكن من مو حسن وكذا، وهمشونا. فآخر شيء حطونا واتفقنا آنية إنه ما نلعب. يعني تجينا الطابة بكل برودة ألقاها لأي واحد بسدي. وشعر المدرب الله يذكره بالخير أحمد المنسي، كان يدرب نادي البصيرة بعد درجة ثالثة، شعر بالشيء هذا وسولف لنا. قلنا له أخي احنا من قرية وما عاد تلزمنا هاي الكرة. وبذلك طوينا صفحة أحد أصدقائنا اللي هو عقبة الحمدي أبو المعتز، الله يرحمك يا أبو المعتز.